سوزان نجم الدين قررت ولأول مرة تكشف سر كانت مخبيته لسنين وتحكي عن قصة حب قديمة لعبت فيها الظروف لعبتها وخدعتها هي والشخص اللي حبته. بأحد اللقاءات التلفزيونية روت إنها تعرفت على شخص بالبداية بدا لطيف ومحترم وكل شي كان طبيعي قدامها. حست إنه العلاقة عم تمشي بمسار جدي وصادق، بس بعد فترة انكشفت الحقيقة الصادمة. الرجل كان متزوج من الأساس وهي ما كانت بتعرف، وكان عم بيخبي هالشي عنها. سوزان قالت إنه هالعلاقة استمرت تقريباً 2 سنين ووصفتهم بإنهم من أصعب الفترات بحياتها، غيرة، توتر، ضغط نفسي وشعور دائم بعدم الأمان، لدرجة إنها حست حالها عم بتضيع شوي شوي وكأنها عم تخسر نفسها بهالعلاقة. كل يوم كان يمر عليها كان مليان وجع وتساؤلات، وبعد صراع طويل بينها وبين نفسها أخذت القرار الأصعب: تنهي العلاقة وتبعد نهائياً وتسكر باب الارتباط، لأنها حست إنها انخدعت بشخص وثقت فيه وحبته بصدق. ومعروف إنه سوزان كانت متزوجة سنة 1995 من رجل الأعمال سراج الأتاسي، واستمر زواجهم حوالي 17 سنة قبل ما يصير الانفصال بسبب اختلاف مواقفهم من الأحداث بسوريا. هو سافر مع أولادهم على أمريكا بينما هي فضلت تبقى بسوريا، وهيدا الشيء زاد الفجوة بيناتهم وخلى الأمور تتعقد أكتر لحد ما وصلوا للانفصال. وبعدها بسنين وتحديداً سنة 2021 انتشرت أخبار إنها تزوجت من البودي جارد الخاص فيها، بس سوزان طلعت ونفت هالحكي بالكامل ووصفته بالشائعة السخيفة، وأكدت إنه كل اللي انكتب بهالموضوع ما إله أي أساس من الصحة. المفارقة إنها بنفس الفترة أعلنت خطوبتها وظهرت بخاتم خطوبة، لكنها رفضت تكشف هوية العريس وقالت إنها بتحب تحافظ على خصوصيتها. لكن بالرغم من هيدا العلاقة ما كملت وصار انفصال بعد فترة. كمان سبق وانتشرت شائعات عن زواجها من أيمن زيدان أو سامي كليب، بس هي دايما نفت هالأخبار وأكدت إنه العلاقة بينهم ما بتتعدى حدود الصداقة والاحترام المهني، وما كان في أي ارتباط عاطفي أو زواج مثل ما انحكى. واللافت إنه رغم كل هالقصص والشائعات اللي لاحقتها، سوزان ظهرت بأحد البرامج وقالت بكل صراحة إنها بعدها ناطرة الرجل الحقيقي اللي يخطف قلبها ويوقعها بحبه وتتزوج عن اقتناع كامل، بس لليوم بتقول إنها ما التقت بالشخص اللي بتحلم فيه.